هل البلوجر مهنة أساسية في 2024؟ النهارده احنا موجودين في مطعم بتاعنا، هنجرب معاكم كده المين اللي نازله قدامنا دي، وهنشوف كده رأينا فيها ايه، وتعرفوهم بس انكم من تبع زياد الحصري ويعملوا معاكم احلى واجب. النهارده هنجرب مع بعض نوع جديد من المشروبات الغازيه اللي خارج المقاطعه، هجربها ان شاء الله واقول لكم رأيي فيها ايه، واقول لكم ان هي تاخد كام من 10. فيديو النهارده هرشح لكم افضل مكان ناكل منه فسيخ. طبعا المكان المشهور بتاعنا لازم تجربوه، احلى فسيخ واحلى فسيخ مملح وحاجه جميله جدا كده، يعني تستاهلوا. قولوا لهم انكم من تبعي، ما يعرفوا بس انكم من تبعي هيروقوا عليكم باحلى حاجتين في الدنيا كلها، فسيخ ورنج. فنجرب مع بعض كده ونقول بسم الله ونشوف. والنهارده احنا موجودين في محل بلاي ستيشن زد اتش. المكان ده جميل جدا جدا جدا، لازم تروحوه. تعرفوا انكم من طرف زياد الحصري، اول بس ما تقولوا كده هو هيظبطكم على طول، وتلاقي كل حاجه حلوه هناك، فما تشيلوش هم حاجه. بس النهارده انا جاي لكم بعرض جميل جدا جدا جدا. احنا دلوقتي هنا في شرم الشيخ. شرم الشيخ من احلى الاماكن اللي ممكن تزوروها في الشتاء. الرحله شرم الشيخ ب 400 جنيه بس. هتعرفون بس انكم تبعي وهتكونوا موجودين وتشوفوا المنظر الجميل الجامد قوي ده. وريهم كده الفيو كده قدامنا، دي في شرم الشيخ. الرحله زي ما اتفقنا ب 400 جنيه. تعرفوا انكم تبع زياد الحصري، اول ما يعرفوا هيقوموا معاكم باحلى واجب واحلى خصومات تبع زياد الحصري. لا هي جوسي، لا جوسي تمام. بس كده عرفون بس انكم انتبهوا يعملوا معاكم احلى واجب، وما تنسوش لايك وسبسكرايب وكل حاجه حلوه. انا عندي تصوير كمان ساعه بالظبط، في المحل السوري هنصور هناك واخلص كده واطلع في شغل تاني برضو تقريبا. في انا جاي لك بالعربيه خلاص، انا داخل عليك. يا ترى كلهم عندهم مصداقيه؟ راس البر ايه يا عم؟ لا دي شرم الشيخ، مش بين شرم الشيخ يا عم، مش راس البر دي شرم. لا الملعب ده بعده، بعد السوري. ليه بقى؟ هنصور كذا حاجه كده، احنا بنعرف نلعب ونكسرين وناخد قرشين حلوين. خلاص ماشي يلا. بتعمل كده عامل ازاي؟ بعمل كده يا عم، انا مش هدفع فلوس. بحكي عشان ما ادفعش اصلا، بس يا عم مش هتبقى بص. طبعا يا جماعه من واجب اي بلوجر او اي حد مشهور ومعروف جدا ان هو يعطف على الناس، ويعني ما يسيبش حد غلبان. فيلا بينا كده، في حد داخل عليه اهو، يعني يلا بينا من غير كلام كتير، نشوف هنعمل معاه ايه. وزي ما احنا شايفين يا جماعه قدامنا راجل غلبان وفقير ومعهوش جنيه ولا لاقي ياكل ولا عارف يعمل اي حاجه في حياته. طبعا يا جماعه لازم ان احنا يعني اما نشوف حد غلبان وفقير مش لاقي اي حاجه في حياته، لازم ان احنا نساعده ونقف جنبه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. شوف هنديه كام؟ لا طبعا ما ينفعش نديه، عشان ندي حاجه ايه يعني تليق بيه شويه، يعني مثلا ايوه كده اقل واجب. ايه يا ابويا اخبارك ايه؟ وده خد دي بقى ايه، دي عشان ايه؟ عشان انت مش لاقي تاكل ولا عرفت تجيب اكل لعيالك. الحاجات دي شايف ازاي 100 جنيه دي ما اصلكش شفتها في حياتك. شايف الفلوس دي؟ الفلوس ده ايه يعني؟ بص مفيش حد بيعمل كده زيي. انت تكلمش ليه؟ ادعي لي، ادعي لي يا حاج، ادعي لي يا حاج، ادعي لي. انا راجل مشهور، ادعي لي عشان الناس تعرف ان انا بعطف على الناس الغلابه. ادعي يا حاج ادعي. جنب موقف الميكروباص، اللي يشوفه يا جماعه يروح يديله. يلا كده يعني لايك بقى واشتراك وكل حاجه. خلاص خلصت. انت هتصدق انت هتدوس فيها يا حاج حاج. يا ترى الشهرة بعدد الفولورز والأرقام الخزعبلية والأكونتات الموثقة؟ مش لازم الحصري؟ انا ممكن نتصور بس؟ طب اخلص بس الماتش واجي لك. حاضر. طب واحد ده واحد يلا ماشي. نعتمد الشغلانة ولا ليكوا رأي تاني؟
السلام عليكم، ازيك يا عمي؟ اخبارك ايه؟ بخير والله يا ابني، الحمد لله انا تمام. والله يا عم انا مش عارف اقول لك ايه، بس يعني انا صوتي رايح، بس المواقف اللي زي دي انا ما بعرفش اتكلم فيها يعني لا يا ابني عيب، انا زي ابوك يعني، اتفضل مفيش مشكله. والله يا عم انا بصراحه يعني طالب ايد بنتك، يعني ايه؟ بص والله انا ما عنديش مشكله، بس انا كأب من حق اسال بنتي يعني انت يعني تشتغل ايه او بتصرف منين اصلا، يعني هتاكلها منين؟ والله يا عم انا شغال، انا بلوجر او يعني يوتيوبر كده زي ما بيقولوا، احنا يعني دي مهنتي الاساسيه خلاص يعني شغالها. نعم. بلوجر يعني ايه بلوجر؟ مش فاهم انا ايه الشغلانه دي. بلوجر واحد بيصور فيديوهات، بيعمل ريفيوهات لاكل، لمحلات، لمطاعم، لحاجات كتير يعني. احنا خلاص دي شغلانه يعني الموسم زي ما بيقولوا كده. يعني انت هتاكل بنتي من الحرام ولا ايه؟ انا مش فاهم. لا حرام ايه؟ انا ما قلتش حرام، انا بقول لك انا بلوجر، يعني انا يوتيوبر وبلوجر وبكسب فلوس، فيعني مالناش دعوه بالحرام خالص، احنا في 2024 يعني، لا مفيش حرام ولا حاجه. يلا يا بلوجر، يلا يا بلوجر، مفيش بنات للجواز، اتفضل. يعني ايه ما عندكش مات للجواز؟ بقول لك انا بلوجر، انا ما اترفضتش، انا واحد عندي تقريبا اكتر من 150,000 و10 مليون مشاهده، ازاي يعني؟ انا اسف. هو ايه اللي اسف يعني؟ مش فاهم، بقول لك انا بلوجر، انا ما اترفضتش، 50,000 انا ما اترفضتش. لا ليه يا عم كده؟ بقول لك انا بلوجر، انا بلوجر. السوشيال ميديا بحر واسع، من حق اي حد يقدم المحتوى اللي يحبه بالطريقة اللي تعجبه، وانت برضو من حقك تتابع اي حد انت بتحبه بالطريقة اللي انت تحبها كمان. زي ما في ناس تستحق الدعم وتستحق الشهرة وناس فعلا بتقدم كونتنت مفيد، اكيد طبعا في ناس لا تستحق الدعم وناس للاسف هم مشهورين بس لا يستحقوا الشهرة اللي هم اخدينها. فعايزك تفكر بس مرة واثنين وثلاثة على السوشيال ميديا، لان مش كل حاجة تصدقها هناك، لان بكل بساطة صانع المحتوى يقدر يعرض لك الجزء اللي هو بس عايزك انت تشوفه من حياته. في حاجات كتير جدا بيخبوها عليه. خليك متأكد ان مش كل حاجة تصدقها على السوشيال ميديا بنسبة 100%. انا مش بقلل من حد، بالعكس في ناس كونتنت كريتورز محترمين جدا والكونتنت بتاعهم جميل جدا ويستحق الشهرة ويستحق الدعم. في ناس عندهم مصداقية تفوق 100% كمان، بس انا كده بعرض لك الموضوع بسكتش كوميدي. واخيرا انا بطلت فيديوهات، وده هيكون الفيديو الاخير ليا على السوشيال ميديا وعلى اليوتيوب بشكل عام. ده كان عنوان البوست الاخير ليا على فيسبوك من يومين بالظبط. كده يكون فيديو النهارده خلص، بس اخيرا عايز اقول لكم حاجه، انا بعتذر منكم جدا جدا جدا. انا الحمد لله ما اعتزلتش فيديوهات، ده مش اخر فيديو ليا ولا حاجه، انا تمام وزي الفل، وان شاء الله انا يعني معاكم على طول، ما اعتزلتش. اللي عايز اوصله لك بس انك ما تصدقش اي حاجه على السوشيال ميديا. انا عارف انك المقلب سخيف كده، وممتن جدا والله لردود افعالكم، الناس اللي يعني شفت كميه حب وتقدير ومسجات ما تبطلش، عايزك تكمل وخليك زي ما انت كده واستمر. فانا ان شاء الله مستمر، وان شاء الله كده طول ما انا عايش على وش الليله دي كلها مش هبطل فيديوهات. ده عايز اوصله لكم بس، احنا عندنا مخ بنفكر بيه، نقدر نكون عارفين نتابع مين. مش بقولك عشان تتابعني، لا بالعكس، انا بعكس لك واقع في سكتش كوميدي او حاجه في الفيديو بتاعنا النهارده. ففكر كويس جدا 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 قبل ما تعرف، قبل ما تاخد اي خطوه على السوشيال ميديا، وخليك متاكد ان مش كل حاجه مظبوطه. وانا اسف للمره الاخيره يعني المقلب لو كان سخيف شويه او حاجه، وان شاء الله مع بعض بدعمكم بفضل ربنا طبعا اولا ثم دعمكم، وان شاء الله كده ربنا يقدر نقدر نعمل حاجات تفيد الاجيال القادمه ونسيب اثر في نفوس الناس. شكرا ليكم. بكده يكون فيديو النهارده خلص. معلش بقى نشيل الفلتر ده والكآبه بقى، وكل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب. وما تنسوش طبعا بقى اشتراك وسبسكرايب، الاشتراك والسبسكرايب، اشتراك ولايك وكل حاجه حلوه. شكرا.